بتعرفي انه انا مشتاق لك كثير. ايه بعرف. ربيع بتحبني؟ لا ما بحبك، لا بحبك ولا بدي احبك، وانت بتعرفي هذا شيء من اول ما تعرفنا على بعض. صح ولا مو صح؟ ربيع بس انا حبيتك من كل قلبي. وانا ما بدي احبك ولا احب غيرك. انت بتعرفي انا شو بحب. العملة والبنات. بس انا كان عندي امل انك تتغير يا ربيع وتحبني الي لحالي. انا ليا. خليكي عم تتأملي، ما بتعرفي الايام شو بتخلق معنا. هلا المهم شو كنا عم نقول؟ اشتقت لك ما؟ ولمدة 5 سنوات. مزبوط، مدة العقد 5 سنوات بس لهلا ما خلصت. مزبوط، ما خلص، لسه بده شي 4 شهور و10 أيام تقريبا. ايه، ومكتوب كمان انه اي خلاف بين الطرفين ستكون محاكم دمشق هي الفاصل والحكم بين اطراف النزاع. هاي النقطة المهمة اللي أنا بدي أوصل لها. شو المطلوب مني؟ المطلوب منك على النحو الآتي: بدك ترفع دعوة على عدنان بحجز كل أملاكه المنقولة وغير المنقولة، والسبب واضح معك بالمصنف طبعا. عدنان لم يسدد كافة المستحقات المترتبة عليه من المشاريع يلي شارك فيها أبي الله يرحمه. الحجز ما راح يصير على الاملاك يا كريم بيك. ليش بقى؟ لازم يكونوا طرفي النزاع موجودين، يعني حضرتك والسيد عدنان، وما بتكتمل لانه غايب وما تبلغ ومو معروف شو مصيره. ولو يا أستاذ غسان، ما نحن عم نستعين بمحامي شاطر مثلك من شان تلاقي ثغرة قانونية تدبر فيها الموضوع. ما في غير طريقة واحدة القاضي بياخد فيها، بنبلغه عن طريق الصحف اليومية، ومثل ما بتعرف ما حدا عم يقرا جرايد، وهيك بنقول للقاضي انه عدنان بيك عم يتهرب من حضور الجلسات وما بده يدفع المستحقات اللي عليه، وبهيك حالة القاضي هو اللي بيقرر الحجز. يا سلام عليك يا أستاذ غسان، هذا الكلام اللي بينسمع، بس بدك تدير بالك إذا ما حصلت حقي قبل نفاذ المدة المحددة رح يروح كل شيء اللي عنده، وأنا إلي عنده بلاوي. خلص لا تاكل هم. وقديش بتاخد مدة الحجز؟ بدها شي 2 تقريبا. لا، 2 كتير. الدعوة فيها شغل كتير يا كريم بيك، ما عدا محامي عدنان ما يشتغل شغله فينا. يعني عدم المؤاخذة شلون بده يشتغل فينا؟ حضرتك بتعرف كيف بيشتغلوا المحامين. ماشي، خذ هاي الدفعة هلا، ومن بكرة بلش بالدعوة. يسلموا ايديك. أهلين أستاذ غسان. السلام عليكم. الله معك. يا ربيع، تعال عندي فورا. اترك من ايدك وتعال عندي فورا. الله معك. غسان، ما إلي إلا غسان. صحيح رصيده لجمال كبير كتير بالبنك، بس أنا ما عم بقدر أخذ منه ولا شيء. خدي لي ورقة واحدة من دفتر الشيكات تبعه. ما بقدر. لك ليش ما بتقدري؟ لأنه على طول مخبيه عني. دوري عليه واسحبي لي منه ورقة واحدة بس. لك شو رح تنفعك ورقة واحدة إذا جبت لك إياها؟ لأنه هداك الوقت بحط الرقم اللي بدي إياه وبحط عليه توقيعه. ليش أنت بتقدر تزور توقيعه لجمال؟ إيه طبعا بقدر،
حتى انت ما رح تقدري تفرقي بين التوقيعين. لك رح اجيب لك الدفتر كله. يا اخي اسحاب هالمصاري اللي معه كلياتها بقى وخلصني من عيشتي معه. لا، ورقة واحدة بس بتكفي. نهى معقولة لهالدرجة ما بتحبيه لجوزك؟ نهى ما بتحبه ليه؟ هلا شو بدي فيه انا وبمحبته؟ من لما تجوزته مشان خلصوا المصاري اللي معه، وبس اخذ اللي بدي اياه رح احمل حالي وامشي. عم بيهددك انه بده يطلقك. من لما تجوزني جمال قال لي انا تجوزتك مشان بسطي، وقال لي انه انت ما إلك قاعده عندي كثير. واثق من حاله كثير. لو تعرف شو قال لي كمان. شو؟ كلام جوزك ما طمني ابدا. حاسس انه عم يدبر شيء، وهذا الضابط اللي عم يحكي عنه انا بعرفه. ما له قليل ابدا. لك لا تخاف من كلامه، هذا عم يحكي كل هالحكي من خوفه على ابنه. انا حابكي الموضوع كثير منيح، وانت لا تخاف على حالك. ولك انا خايف عليكي. لا كمان علي لا تخاف، طالما انا قاعده ببيته رح ضل جيب لك كل اخباره. طيب ماشي، المهم بهي الفترة تقوي لي علاقتك مع تيم. اي ما بدي توصاي بالنسبه لهذا الموضوع. موضوعي مع تيم بيفيدني كثير. هلا قل لي انت، المصاري تبعاتي اللي اخذتهم من جمال شو صار فيها؟ لا تاكليها، حصتك عندي. ايه لايمتى؟ لا يجي الوقت المناسب تقدري تاخديهم مشان ما حدا يشك فيكي. ايه لا معلش، اعطيني اياهم وانا بخبيهم بمعرفتي. لا حبيبتي لا، انا ما بدي غامر وتنكشفي. اهم شيء تجيبي لنا ورقة الشيك. هلا ما فيني ساوي شيء، ما فيني ساوي شيء هلا، قلت لك خلص، بس يكون في اي شيء بقدر اعمله رح خبرك. تمام. يلا انا بدي امشي، بدكم شيء؟ بجوز اعتازك بعد يومين. ايه انا جاهزه لاي شيء. وديري لي بالك على حالك. طيب اوكي، وانت كمان دير بالك على حالك وعلى الصبايا. ولو لا توصي حريص. يلا باي صبايا، باي. باي. حطوا لنا لقمة اكل يلا، قاعدين مثل قرفة الهم. أنا من امبارح لليوم عم فكر، وطلع قدامي ما في غير حلين. الأول نستنى خبر موتة عدنان بيك تجينا من لبنان، أو نستنى لنا فترة منيحة على اختفائه لتثبت موته. وبالنسبة لنور وعم سهيل، أنا رح أتعامل معهم ومع كل حدا كان صافف بجنبهم. هلا قديش بدنا نستنى ما بعرف، شهر شهرين 3. المهم القاضي يثبت موتة عدنان بيك، وساعتها رح ورجيك الشغل كيف رح يكون، وكله لصالحك. لك هذا ربيع أنا بعرفه إنه ربيع، بتركه برجع بلاقيه ربيع. ولك هاد كلام واحد غبي. لا يا كريم بيك، ليش عم تقول عني غبي؟ يعني بكل بساطة نحن ليش ما بنكسب الوقت ومنبلش من هلأ؟ قصدك وهو غايب نشتغل شغلنا؟ والله وجبتها يا كريم بيك، وأنا كمان رح أرفع دعوة بتثبيت المحل باسمي، وشو ما بده يصير. ربيع لا تشرد كتير وعمل مثل ما عم يقول لك معلمك. والله ما حدا غيرك بيفهم علي. بصحتك. صحتك حبيبي. بأمرك ست الكل، بأمرك. مرحبا. عليه مدام. زي ليش واقف؟ فوت خبر الأنسة نور إنه نحن اجينا. خلوكم واقفين لخبرها. شو هالحكي؟ نحن غرباء؟ نحن أهل. طيب تفضلي. شرفي أمي. يا علي
لك يا ريت هالموت العدوين وتوبرين يا نور. العمر إلك يا حبيبتي. مين قال لك انه ابي مات؟ ابي ما مات، بعيد الشر عن قلبه. الخبر منتشر بكل البلد. تفضلوا 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 اقعدوا. الأنسة نور قصدها إنه نحن لسه ما لقينا جثة عدنان بيك ولا تأكدنا من وفاته. يا سيدي إن شاء الله يطلع كذب ويرجع أبي عدنان بيك سالم غانم لبيته وناسه. عدنان بيك ابي لإلي مو لإلك. أنا معتبره مثل أبي يا أنسة نور، لأنه هو اللي رباني وربى أختي وعد من لما كنا صغار. الله يرحمه، كتب لي محل تياب العرايس باسمي، وكان واعدني بس يرجع بياخذ لي بيت كبير. شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ هذا اللي صار. اثبتي لي صدق كلامك وورجيني عقد بيع المحل. أنا مالي مضطرة أقدم لك إثباتات. ها؟ معناتها انت وحده كذابه. أمي مالها كذابة يا أنسة نور، وهي مع عقد من أبوكي، عقد تنازل، وأنا رح أضطر أرفع دعوة تثبيت مشان ملكية المحل. هيك لكان. هذا الحق. انتوا الاثنين اكذب من بعض. قوموا اطلعوا لبرا. اطلعوا لبرا. ما سمعتوا؟ عم بتقول لكم اطلعوا لبرا. وين جاي؟ حارتنا ضيقه وبنعرف بعضنا، احطونا بقى. امشي امي. نحن رايحين يا نور، بس أنا راجع لك. كذابين. شفتي شو عم يعملوا؟ طولي بالك تقبريني، طولي بالك. إيه يا بيك، في شغلة كتير مهمة لازم تعرفها. ست نهلة وابنها ربيع اجوا لعند الأنسة نور وعم يدعوا انك انت مسجل محل بيع تياب العرايس باسمهم. هالحكي مو صحيح يا ماجد، أنا ما بعت المحل ولا ممكن بيع إياه. إيه طبعا كذابة، كذابة هي وابنها. أنت اتصل بالمحامي وحطه بالصورة. يلا مع السلامة. إيه. شو رأيك عدنان بيك افرغ لك المحل كمان مشان تخلص من الورطة؟ لا، المحل اتركه هلا، لأنه ما بنعرف شو مقدمين وثائق لحتى يأكدوا إنه المحل إلهم. سيدي بكل الأحوال أنا جاهز، بس أنت لا تهز بدنك. ماجد، اقعد بدي احكي معك شوي. يلا أنا قايمة شوف رنا شو عم تساوي. ماجد انت ما بتكذب علي، الله يخليك قلي، بابا عن جد كتب لها المحل لنهلة؟ والله يا أنسة نور على حسب علمي لا، بس خلينا نسأل المحامي أكيد هو بيعرف. دق له دق له. يعطيك العافية أستاذ مشهور. ايه على حد علمي لا. طيب أنا راح أتأكد من هالكلام بنفسي. تمام. ايه أنا راح أتأكد من كلامه وبخبركم شو بصير معه. يعطيك العافية أستاذ، شكرا لك. هاي الأستاذ مشهور رح يشوف الموضوع. طيب ماشي. أنا قايم جيب الغداء، بتريدي مني شي تاني؟ حساب مالك مع الوجبات اللي رح تجيبها. مثل ما بدك، بالإذن. مالك وينه مالك؟ يا محي الدين اسمع، في محضر بكفرسوسة رقمه 1411/6، بس بدي اياك تعرف باسم مين. ماشي. يعني ما بعرف، ورطت حالي بقصة ما لها أساس. لا أمي لا، الشيء اللي عملتيه هو الصح. منين بدي أجيب عقد بيع المحل؟ أنا بجيب لك إياه. كيف؟ أنت عندك شي ورقة موقع عليها عدنان؟ عندي الإيصالات وقت كنت أدفع الأجار.
جيبي لي اياهم. شو بدك فيهم؟ امي جيبي لي اياهم بعدين فهمك. شو؟ منيح امي، كتير منيح. اجا الوقت ليصير المحل لنا. فهمني شو بدك تساوي. بعدين امي بعدين. لك الله يسترني منك ومن عمايلك. انت صاير كثير عم تتاخر علي. حقك على راسي تقبريني، بس انت بتعرف شو ظروفي بالبيت. طبعا انت مهمتك لسه ما خلصت. هلا بفهمك بالضبط شو المطلوب منك. انا جاهز لك شي بتقوله يا بيك. هاي الورقة مرسوم عليها مخطط العملية الجديدة. بدك تفتح مخك منيح لتفهم علي. هذا محلك، مقابله مباشرة في الشارع. ميار تتجوزني؟ على اليمين في محل، على اليسار في خضري. ليا بتراقب من عند المحل. انت تستلم الشارع من باب. وما بدي اياكم تتركوا نور بهالفترة لحالها، ما بدي اياها تعرف شو عم نعمل. ايه بس انا ما بطيقها وما بطيق شوفتها. لازم تتحملي ماما. ماما ما فيني اتحملها، انا بكرهها. هلا اتركيها بحالها، روحتها ما رح تقدم ولا رح تاخر. خلص مالك ما عم بتركها كل نهار عم يضل معها. ايه ابي، انا على طول معها ما عم بتركها. وانا برايي انه نحن النسوان نكون معها مشان تحس انه منحبها. طيب روحي انت. لا والله ما بروح الا لتصير تركة عدنان بايدي، وخاصة المول تبع بيروت اللي ما شفت منه شيء. لازم تكون المعلومات صارت مرسخة بذهنك وحاطط صورة كاملة لشو بدك تعمل. لا تاكل هم يا بيك، كم يوم بتكون الخطة مرسومة وبين ايديك. لا لا لا، ما في كم يوم. هاي الخطة مستعجلة جدا، بكرة بدك تبلش. أمرك يا بيك أمرك. فيك تمشي ربيع. الإذن. ميار، مالك شايف الكاسة فاضية؟ أمرك يا بيك. ماما شو حبيبتي؟ قلتك مالك رح يتجوزها لنور؟ أكيد رح يتجوزها، بس أنت ليش عم تسألي؟ ولا شيء ماما ولا شيء. ماما انا عم بفكر افسخ خطبتي من نور. ايه بس لك ابني. لا ماما اوعك تعملها، اوعك. بس امي انا يا ماما لا تعمل هذا الشيء هلا، بالذات بهذا الوقت لا تعمله. انا بقول لك امتى. ماما خليه يتركها. ما بصير يتركها، بس لبين ما نكمل اللي بلشنا فيه ساعتها يعمل اللي بده اياه. امرك. مالك انت قدرت تحصل شيء من نور؟ مثل شو امي؟ صيغتها، ذهبها، الماسها. هو ما قالت لي اخر مره انه عمي مو مخلي لها شيء نهائيا ما تحاولوا يسرقوه. يعني بنفهم من هالكلام انه نور ما معها شيء ومو مسجل شيء باسمها؟ ولا شيء امي، ولا شيء. لك حتى سيارتها مو باسمها. تصبحوا على خير.
هذا اسمه حكي هاد. حليانة ولك نورهان؟ ولا أنا لما أشرب حشيش بشوفك حلوة؟ داي بالتوقيع منيح، بتفرقيهم عن بعض. أنا مالي رضيانة عن تزويرك للتوقيع، وماني رضيانة عن الشيء اللي بدك تساويه. أرضي وانبسطي يا أمي، أرضي، لأنه أنا مثل مالي شايفك ربحانين هي الدعوة. أنا خايفة. لك من شو خايفة؟ خايفة نكون عم نسرق حق نور. عم تسرقي حق نور؟ ولك انت ما عم تسرقي حدا، وعدنان كان لازم يعطيكي تعويض عن خدمتك الطويلة بمحل العرايس. ولك لا تخافي امي، لا تخافي، لا تخافي، وتذكري قديش كنتي فقيرة. ولك كنتي مش هي النومة بالوقت اللي كانت نور عم تصرف وعم تبطر على تيابها وسهراتها وسفراتها. بس يا امي نور كانت شبعانة وقت كنا جوعانين، دفيانة وقت كنا بردانين، نايمة وقت كنا فايقين ومرضانين وما حدا عم بيسأل علينا. الله اللي أعطاهم، مو من حقنا نحاسبهم. بلا أمي، بلا من حقنا نحاسبهم. الله أعطاهم هذا المال ليعطونا جزء منه، مو ليسرقوه مننا. لهيك أمي من بكرة بدي أرفع قضية تثبيت دعوة على المحل، وإذا بقدر أخذ أكثر من هيك ما رح أصير. يا ربيع تصبح على خير. بس هدول؟ على العملية الجاية بنجيب لكم غيرهم، هلا ما في غير هدول. وعملية شو اللي بدنا نعملها؟ كله بوقته حلو، لا تستعجلي على رزقك. بس ما تكون خطيرة مثل العملية اللي قبلها. شغلنا كله خطر، إذا ما درنا العملية منيح رح نفشل وننمسك ونروح على السجن. ليش دخلك من ايمتى عملنا عملية وما زبطت؟ للأمانة بعمرنا ما عملنا عملية وفشلت، وخصوصي مع المعلم ربيع. ايه كله رح يزبط.
شبك ليندا؟ ماني مرتاحة أبدا لهي العملية اللي بدنا نعملها. ليش مانك مرتاحة؟ شو ليش؟ ربيع ومعلمه كريم مثل العادة، هن بياخذوا البيضة ونحن بناخذ ريحتها وبيسرقونا مثل كل مرة ونحن ساكتين. لا حبيبتي، هالمرة ربيع وعدني يعطينا أكثر من كل عملية. كالعادة ما بيعطينا إلا الفتافيت. ليندا مجبورين نتحمل وأنت بتعرفي السبب. لا مو مجبورين نتحمل، إذا تعاوننا أنا وأنتي ما بنخليه يستغلنا وما بنخليه يفرض علينا شيء اللي إحنا ما بدنا نعمله أصلاً. شو قصدك ليندا؟ خلينا نتركه لربيع. أنت بدك تخربي بيتنا عن جد. حياتنا كلها انخربت من وقت ما فات عليها وورطنا بجرائم وقرفه اللي ما بتخلص. يا ليندا إذا عملنا اللي أنت عم تقولي عليه ربيع بيعرف كل شيء عننا وراح يحكي ونروح فيها أحكام. الله، وشغلنا معه ما له نفس النتيجة؟ ولا أنت مفكرة إنه كل هاي العملات اللي عملناها راحت هيك بح؟ لك والله بعرف بس يا الله. قد ما طول مشوارنا آخرتنا على السجن، خلينا ننفذ بريشنا يا ليا، خلينا ننفذ بريشنا ونهرب. لا 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 لا، أنا ما بستشهد حد ربيع واتركه، بعدين حبيبتي أنا بحبه وناوي أتزوج أنا وياه. طب لا تتركي، تعي أنا وأنتي نشتغل لحالنا واللي منطلعهم منضبهم ونسافر برا البلد بس نجمع مصاري. ما بنقدر نهرب منه، ما بنقدر نروح. بنقدر ليا. كيف؟ منخطط العمليات مثل ما علمونا، وهيك كل شيء بطلعه أنا وأنتي بيضل لنا، ومسافر برا البلد ومنتركهم هن هون يتورطوا بالعمايل اللي عملوها لحالهم. شو قلتي؟